في طريق مليء بالتحديات، وصلت أنديتنا التونسية إلى المربع الذهبي من كأس العالم للأندية، وكانت البداية من ملعب صفاقس، مواجهة نارية بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي، انتهت بتعادل مثير 3 أهداف لكل فريق، 3-3، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة. وفي المواجهة الثانية كان الموعد مع كلاسيكو جديد، النادي الإفريقي في مواجهة النجم الساحلي. مباراة بدأت بحذر، لكن سرعان ما تحولت إلى مواجهة مفتوحة. محاولات هجومية من الطرفين، تمريرات سريعة وتسديدات خطيرة أربكت الدفاعات. الإفريقي يبحث عن التقدم والنجم يرد بقوة، لتشتعل المباراة أكثر فأكثر. جميل جدا، تعرض لضغط كبير من الخصم، لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف وبهذا التقدم. فادي بنشوق، هنا والرد يأتي سريعا هناك، ونعود إلى نقطة التعادل من جديد. الله على الإثارة، والآن يأتي دور الإعادة. يا له من هدف لا تمل من مشاهدته، تسديدة رائعة استقرت في الشباك، التسديدة فيها من المهارة الكثير، والكرة راحت مستديرة إلى المرمى. تعديل النتيجة لتصبح 1-1. كل فريق ينجح في الوصول إلى الشباك، وكل هدف يزيد من حدة التوتر. الجماهير على أعصابها، والملعب يعيش لحظات حماسية لا تتوقف. بلال آية مالك، السهيلي، هجمة تطبخ على نار هادئة، تمريرات كثيرة بحثا عن الوقت المناسب، بحثا عن الكرة البينية لضرب الدفاع وتسجيل الهدف. فرصة للتقدم في المباراة، الكرة في المرمى، هدف يعيد الفريق للتقدم في النتيجة. شوف اللقطة كانت رائعة، مر من المدافع، شوف المهارة، شوف وضع الكرة بهذه الأناقة، هدف في غاية الجمال. المساندة تأتي وأصبحت هناك خيارات أخرى، يتقدم فيها بمهارة. الله على الاستحواذ على الكرة. فادي بنشوق، يا رب، هدف التعادل. نشوف الإعادة مشاهدينا متابعينا في اللقطة، تمركز سليم وبكل ثقة وهدوء يأتي الهدف. من هذه المسافة لا يمكن أن تضيع هذه الكرة. سعادة المدرب بعودة فريقه في المباراة وبتسجيل هدف التعادل. النتيجة الآن متعادلة بهدفين لكل فريق. هل تكون كرة كسر حالة التعادل؟ ومع نهاية اللقاء لم يتمكن أي فريق من حسم النتيجة، لتنتهي المباراة بتعادل مثير، هدفان لكل فريق، 2-2.
نتيجة تبقي الحسم مؤجلا إلى مواجهة الإياب. وفي مباراة العودة عاد التوتر ليخيم على الأجواء. الترجي يدخل المباراة بعزيمة كبيرة، والنادي الصفاقسي يبحث عن إنجاز تاريخي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في المباراة الكبيرة، يوم مرتقب والكل يحضر للاستمتاع بقمة منتظرة بين الفريقين. وسأكون معكم محدثكم فارس عوض للتعليق على أحداث هذه المباراة. واليوم لدينا مباراة الإياب لنصف النهائي في هذه البطولة. فريق الترجي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. التعادل كان حاضرا في مباراة الذهاب، يجعل هذه المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، من ينتصر يصعد، وأيضا قد نشاهد أوقاتا إضافية أو حتى الذهاب لركلات الترجيح. منذ الدقائق الأولى ظهر الإصرار واضحا على وجوه اللاعبين، هجمات متواصلة، ضغط كبير، وصراع قوي في وسط الميدان. كل فريق يبحث عن هدف يمنحه الأفضلية. بعد ذلك موقف الواحد ضد واحد، كانت انفرادة خطيرة جدا. برافو على هذا التصدي. ركنية تنفذ داخل ال 18. الآن فرصة هدف. يجب استغلال هذه الكرة. يا الله، ضربة جزاء، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة. وصلنا إلى آخر نصف ساعة من عمر هذه المباراة. عندك الفرصة، الكرة في المرمى، فعلوها، سجلوها في الشباك الكرة. الله على هذه النهاية. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. الله 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 الله، هدف يضع الفريق في المقدمة. ضربة ركنية تلعب في داخل المنطقة. ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. الدعم في المنطقة ينتظر العرضية. استغلال الفرصة هذه مهمة جدا. في المرمى، يا رب، يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. نلقي نظرة أخرى على الهدف. هدف جميل جدا، انهاء رائع للكرة داخل الشباك رغم الضغط الكبير، لكن تعامل مثالي مع الكرة. هدف التعادل يجعل المدرب يقف من جديد، يلتقط أنفاسه خارج أرضية الملعب. ومع مرور الوقت تتواصل الإثارة ويستمر تبادل الأهداف. النتيجة تتغير، لكن الحسم يظل غائبا حتى صافرة النهاية التي أعلنت تعادلا جديدا، هدفان لكل فريق، 2-2، لتدخل المباراة مرحلة الأشواط الإضافية. إرهاق واضح على اللاعبين، لكن الطموح لا يزال حاضرا. محاولات هنا وهجمات هناك، لكن الشباك ترفض أن تهتز. الأشواط الإضافية تنتهي والنتيجة لا تزال كما هي، ليكون الحسم من نقطة الجزاء.
فيها مخاطرة، ركلة ترجيحية تتحول إلى هدف. ثقة كبيرة، وجهها وين والفريق ناوي على وين. يا الله، ردة فعل سريعة من حارس المرمى. الله على هذا التصدي، خلص اللي عليك، سجل في هذه اللحظات. ثقة كبيرة وضعها في المقص في هذا الارتفاع، مستحيلة على الحراس. أوه، ضاعت الكرة، العارضة قامت بالمهمة. ركلة في المرمى. أي ضغوطات، أي أعصاب، أي دقات تكاد أن تسمع للقلوب، لأنه يعرف لو أضاعها فذلك يعني خسارة كل شيء بالتأكيد. تتواصل الإثارة مشاهدينا، يريد أن يكون البطل. ركلة ترجيح لو سجلها سيفوز الفريق. خلصها من علامة الجزاء. انتهت كل الضغوطات. لابد أن تكون قويا من هذه الناحية حتى تستطيع التعامل مع ضغط وفي المواجهة الأخرى يستضيف النجم الساحلي النادي الإفريقي مباراة لا تقبل الأخطاء ولا تعترف إلا بالتركيز. فريق النجم الساحلي يواجه النادي الإفريقي. التعادل كان حاضرا في مباراة الذهاب، يجعل هذه المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. من ينتصر يصعد، وأيضا قد نشاهد أوقاتا إضافية أو حتى الذهاب لركلات الترجيح. الفريقان يدخلان بحذر شديد، كل تمريرة محسوبة وكل هجمة مدروسة. الدقائق تمر والتوتر يزداد حتى تأتي اللحظة المنتظرة. بناء الهجمة بشكل سليم، تمريرة خطيرة. ريان عنان، كرة سهلة في متناول حارس المرمى. ريان عنان، استغلال هنا للمساحات الخالية. هجمة منظمة، تمريرة دقيقة وتسديدة قوية. هدف يمنح النجم الأفضلية ويشعل المدرجات. اشتعلت الأجواء مع هدف الافتتاح. شوف اللعبة مرة أخرى، عرضية كانت مميزة، ولكن لاحظ غياب الرقابة الدفاعية، وبالتالي المهمة كانت سهلة. حط رأسية سهلة في المرمى. الإفريقي يحاول العودة ويضغط في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع يصمد لتنتهي المباراة بفوز النجم الساحلي بهدف دون رد 1-0، وبذلك يضرب النجم موعدا مع النادي الصفاقسي في النهائي الكبير. لتعلن رسميا وصول أصحاب الأرض للمباراة النهائية. مواجهة كانت كبيرة في السيمي فاينل، لكن في النهاية حسم عن جدارة واستحقاق. في الذهاب والإياب كان واضحا الفريق الأفضل، وكان واضح بأنه في طريقه للمباراة النهائية، وهذا ما تحقق بكل تأكيد. اللحظة المنتظرة، النهائي الكبير، النجم الساحلي في مواجهة النادي الصفاقسي. مباراة عنوانها المجد. الأجواء مشتعلة والجماهير تملأ المدرجات. صافرة البداية تعلن انطلاق المواجهة. واللي تعتبر ذات طابع هجومي في مباراة اليوم. ريان عنان، فادي بنجو، فرصة للتسجيل. يا سلام على حارس المرمى، بطل هذه الفرصة، ينقذ الفريق في موقف 1-على-1. يتميز حارس المرمى، الحارس الكبير من الحارس العادي. الله على هذه الكرة. قرر
النجم يدخل بقوة ويضغط منذ الدقائق الأولى. هجمة خطيرة، تمريرة داخل المنطقة، وتسديدة قوية. هدف أول، هدف يمنح النجم التقدم ويشعل أجواء النهائي. مع الإعادة للهدف يبدو بأن التصدي للكرة كان على وشك الحدوث، لكن لسوء الحظ الكرة استمرت في الشباك. بنشوف الآن التقدم الهجومي، ماذا سيسفر عنا في النهاية؟ النادي الصفاقسي يحاول العودة ويبحث عن هدف التعادل، لكن دفاع النجم يظهر صلابة كبيرة. تنفذ الركنية في وسط المنطقة، تدخل حاسم هنا في 18. ومع استمرار المباراة تأتي الفرصة من جديد. هجمة مرتدة سريعة، تمرير ذكي، وتسديدة لا تصد. هدف ثاني، هدف يقرب النجم من الحلم ومن التتويج باللقب. هدف يشعل هذه المدرجات من الآن في هذا النهائي. هنا شاهد الإعادة، شاهد الهدف، المسافة القريبة من الطبيعي التسجيل. الدقائق الأخيرة تمر ببطء والجماهير تنتظر صافرة النهاية. يا سلام على التمريرة، البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. انتهت الخطورة بعد تألق دفاعي. دقيقة واحدة محتسبة كوقت بدل ضائع هنا. وأخيراً صافرة النهاية تعلنها: النجم الساحلي بطلاً لكأس العالم للأندية بعد أداء قوي وانتصار مستحق بهدفين دون رد 2-0، ليسجل اسمه في تاريخ البطولة. وهذه المشاعر فوق أرضية الميدان، وهذا العشق لكرة القدم وتفاصيلها. رحلة طويلة بدأت من مواجهات صعبة وتواصلت عبر مباريات ملحمية. الأندية التونسية أظهرت قوة كبيرة وقدمت مباريات لا تنسى، لكن في النهاية كان اللقب من نصيب النجم الساحلي. إذا أعجبكم هذا الجزء لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة، واكتبوا لنا في التعليقات من هو الفريق الذي تتوقعون أن يفوز بدوري أبطال أفريقيا في النسخة القادمة من الموت.